أنا لها شم وأنا لها فم وأنا لها روح الجثث في بدنها يا ضيعي يا بديلا عن الضي ما أريد ضي العين إن غبت عنها أحبها حب صافي قبلها ما صار شابك على القلب مشقيني وانا لها شمس. بصوا بنات بقى كده اول ما ندخل كده عاملين هما المطبخ كده امريكاني حلو قوي. طبعا حاطين لك بقى ايه كل الاجهزه عندك هنا، الميكروويف والكاتل، الغساله والبوتاجاز. بصراحه تقفيله المطبخ حلوه قوي قوي قوي. هنا كده التويلت، دي كده اول غرفه. حاسبي يا كوكي، حاسبي يا كوكي. ماما بحط حتى ماما في الدولاب. ماشي كوكي، انت جايبه الالعاب كمان؟ جايبه العاب. بصوا دي كده غرفه. ده في ساعة فوق كمان حلو. ماما في ساعة فوق اهي. يرحمك الله. حاطين وردة توليب بقى. خدي كده يا همس. ثواني يا سما. بصراحة ما شاء الله، لا التنسيق والنظافة حلوة قوي، والحاجة الناس نفسهم ما شاء الله حلو. لا الحاجة بتاعتهم بصراحة اللي حاطينها حلوة قوي. اختيارهم للحاجة حلو جدا بصراحة، يعني مع ان المساحة بتاعته صغيرة بس لا خطير يعني. هنا طبعا في تكييف، وفي هنا ركنة. طبعا هنا الركنة بصوا الركنة هنا كده بتطلع تشدي كده وبتطلع بقى زي ما انتوا عارفين، وبتبقى ايه بقى سرير تاني. حتى الالوان بتاعت التويليت تحفة.
عاجبني بصراحه التقفيل، وكمان اختيارهم ما شاء الله حتى للنجف اللي هو مودرن قوي. بصوا ماما حاضر يا كوكي ثواني. بصوا انا لما فتحت كده ايه طبعا هنا كده حاطين بقى قدام الركنه، حاطين هنا كده شاشه. ده كده الستاند بتاعي عاجبني قوي. بصوا بنات بجد والله بجد خدوا منها افكار لو حد بيوضب شاليه او بيوضب بيت، يعني هم عاملين افكار حلوه قوي. انا بهني بصراحه الناس يعني ما شاء الله. هنا بقى كده البلكونه، طبعا هنا كده المنشر الستانلس والمنشر بتاع الحاجات الصغيره، وهنا كمان عاملين النجيله طبعا. بورتو بقى بورتو وحشتيني يا بورتو. هنا في بيسين اهو، يعني هي بتبص كده على بيسين. بصوا دي كده تحت جارد اهي. وحشني بورتو، وحشتني بورتو قوي. ان شاء الله ارجع تاني. بصراحه بنات لا التقسيمه حتى بصوا هم طبعا حاطين هنا عشان حمايه، يعني عشان هم طبعا بيأجروا، بس بصراحه ستايل. هنا كمان اللي عندك هنا تشحني وشحن. هم طبعا حاطين الحاجات بتاعت ايكيا دي حمايه طبعا عشان هم بيأجروا، فعشان يحموا ايه الركنه بتاعتهم. بصراحه لا تفكير حلو. انا واثقه ان هم جايبين دي من عندي اميره. بصوا هنا حتى ما شاء الله هنا الستايل بتاع الكوشنات بتاعتهم حلوه ونظيفه. هنا حتى اللي هو الجزء اللي هو هنا الحيطه عاملينها اللون الجري تقريبا. هم مختارين الجريهات يعني هم مختارين الجريهات وبرافو عليهم. مدخلين اللون الخشبي روعه طبعا. ليه الخشبي؟ عشان هو اصلا الركن هين فاللون خشبي. كمان في تكييف. عاملين بقى الحوائط الفواصل بتاعتها كده بالستانلس. الجزئيه دي كده شبه يعني كوفي كورنرز ألمن كده. بصراحه عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اجي كنت مقلقه يا ترى بقى، انتوا عارفين انا النظافه دي بتقفلني بتفصلني، بس لا ما شاء الله فله، يعني هو حقيقي فله. انت كمان بتحبيه وانا كمان، عشان كده جبت اصلا بحبه قوي. زي ما انتوا بقى شفتوا فراولاتي. التنسيق بتاع الوحده الشاليه ده تحفه جدا. تناسق الالوان داخلين الالوان البارده مع الالوان اللي هي الدافيه، فقمر قوي. هبدا كده بقى في التنسيق بتاع الموفي نايت. فانا بقى عندي بقى شويه حاجات كتير. في عندي معجنات، فعندي حاجات بقى جايباها. عندي مثلا هنا لب والفول. فعارفين التنسيق يعني مش عشان مثلا رايحين في مكان فما ننسقش، لا بالعكس على فكره الحاجات دي بتفرق جدا جدا. ومامي والولاد بيقولوا لي ايه ايوه يا ماما تنسيق يوتيوبر يا ماما. بس بجد والله بجد يوتيوبر او مش يوتيوبر يعني خلاف الحاجه، يعني اصلا ده يعني بتبقى في حاجه في الانسان، يعني قاعده بقى وبتفنفني وبتبقى قاعده وقت لطيف. فالمشكله ان كمان يبقى وقت لطيف والحاجه حواليكي حلوه. ساعدني جدا هنا ان وجود الالوان. كمان قعدت اقول يا رب يكون الالوان الحاجه حلوه، فانا لا الحاجه حلوه. كمان هعمل هنا كده الشاي واللبن. بصراحه الاجواء كانت كمان الجو لطيف وساقع. بشكر كل الناس اللي علقت لي على الفيديو بتاع امبارح، شكله كان نزل لكم امبارح تقريبا صح. وتعليقاتكم الحلوه كلها. ربنا يا رب يساعدكم. الناس اللي بتحب الشتاء زي مجانين الشتاء يا حبايب قلبي. انا كمان والله بحب الشتاء جدا. وبحبه اجواءه كلها لبس وسقعته وكل حاجه. اليوم ده كان الاجواء حلوه. حتى تحسوا ان مش عارفه مش فاكره كانت سما ولا مين اللي عطس قدام، يعني عطس في بدايه الفيديو. يا سما يا يوسف، لان يوسف عنده حساسيه في الجيوب الانفيه. فهم عطسوا يعني لان كان جو فيه هوا يعني. بس كان لطيف بالنسبه لي، انا لطيف يعني ما عنديش مشكله.
بس كده بعد شويه بقى بدات ايه انسق، عماله افكر مثلا كان في شويه عندي اللي هي الحاجات اللي هي الميني كرواسون الصغير ده، بس ده بالجبنه فحلو قوي، شبه المعجنات كده، حلوه جدا. الشيبسي اللي انا عملته اللي هو العده ده كان تحفه قوي بنات، ومع ان سعره رخيص كان ب10 جنيه، بس طعمه انا ما تخيلتش. انا اول مره اجربه لقيت سما بتقول لي ماما ده انا على طول بجيبه بعد الكليه بتاعتي ومش عارفه. قلت لها يا بنتي ما بتجيبليش ليه معاك الحاجات دي؟ قعدت تضحك قالت لي خلاص هجيب لك يا روحي ومش عارفه الكلام ده بقى. اول مره اجربه يومها بصراحه، وبعدين بقول لها طب بكام بقى؟ انا تخيلت ان هيبقى مثلا سعره عالي او كده، لا لقيت بتقولي ده ب10 جنيه بس. قلت لها معقول؟ قالت لي والله معقول. طعمه بنات تحفه تحفه. مثلا لو عندك حاجه تحطي جنب حاجه كده مثلا وتاكليه تبقى تحفه قوي، والطعم جميل جدا جدا. فخلاص بقى بدات اظبط القعده علشان الدنيا وعيلتي الجميله. بصراحه الاجواء كانت حلوه والقعده كانت جميله لطيفه. ما كنتش عايزه انام، انا مستغربه نفسي يعني. هم الولاد دخوا شويه وقالوا هننام مش عارفه ايه، فانا قلت لهم مش عارفه نفسي انام، نفسي اسهر للصبح، مش عايزه انام خالص. بس جيت كده فضلت سهرانه فعلا. نمت اليوم ده الساعه 6 الصبح. نمت وصحيت على الظهر كده. فلا يعني عارفه لهم مستخسره، عارفه مش عارفه افهمها لكم ازاي. الواحد بيبقى مستخسر ينام حقيقي، يعني مستخسر يغمض او ينام ويبقى مبسوط. عارفين هو تغيير، يعني تغيير مكان، تغيير اجواء، بتعمل نفسيه حلوه قوي قوي قوي. انا بالنسبه له والله كنت سعيده جدا. وبعدين اصلا كمان انتوا عارفين اصل يعني طبعي انا الديكورات والحاجات دي تاخدني كده. وبعدين اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لاصحاب المكان. وانا والله بيني وبينكم انا مستخسره ان هم بيأجروه يعني حرفيا يعني. لان الناس بجد مكلفه. الناس حتى خامه الحاجه، الركنه سواء او غرفه النوم، بجد الحاجه قيمه. فبجد ربنا يا رب يخلف عليهم بالخير يا رب، ويشفي مرضاهم اللهم امين، ويبارك فيهم يا رب وفي حياتهم، ويجعلوا يا رب يعني يدخل عليهم السرور والهنا والرزق وكل شيء، ويرزقنا مثلهم اللهم امين. المكان كان حلو، انا استمتعت جدا بالاجواء. انا حاسه ان انتم مبسوطين معايا، التغيير حلو، اخدين افكار، فاهمين. انا نفسي كليلى، وانتوا عارفين بقى ديكورات وبتاع خارجه بكام فكره. انا عارفه ان انتم مبسوطين. هشوفكم بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.